شوف ابنك شو في معه، جاب موبايل جديد. الله يا عمي العز للرز. شو موبايل جديد؟ ايه يا عمي الف مبروك. لا معه حركات. الله يبارك فيك يا رب. ايه والله امبارح اشتريته من معرض سامسونج يلي بمول تلوث. انضحك عليك على فكرة. إيه انا موبايلي اجا مباشرة من كوريا الجنوبية، مو مثل موبايلك كوبي والعليم عند الله صيني او هندي. طول بالك علي شوي، انا اشتريته من هون لانه قطع الغيار متوفرة، يعني اذا صار ما صار ببعتوا للوكالة وبصلحوه. انضحك عليك على فكرة. أنا مرة موبايلي بطل يشحن، بعتت واتساب واحد لمدير شركة السامسونج، اجوني بعد شهرين أخذوا الموبايل ورجعوا لي إياه بعد شهرين. بس شو رجعوا لي إياه أخو الوكالة. شو بدك بالحكي؟ الأصلي أصلي، مو مثل موبايلك مو معروف راسه من رجليه. طول بالك على الصبي، خليه فرحان بموبايله. يعني أنت عندك خبرة بالموبايلات وهو ما بيفهم الخمسة من الطمسة، أكيد ضحكوا عليه وباعوه موبايل صيني أو هندي. هلأ أنا ما بفهم الخمسة من الطمسة؟ الله يسامحك. شوف أبي، أنا في عندي صاحب بيفهم بهالموبايلات وقال لي اشتري هذا النوع لأنه قوي وبيتحمل. يا حبيبي مو كل خبير خبير، خصوصا بشراء الموبايلات. لما بدك تشتري موبايل بدك فن، بدك إبداع، بدك واحد مثلي بيعرف الأصلي من الكوبي، مو مثل موبايلك صيني ما بعرف هندي. انضحك عليك على فكرة. خلص مش الحال، أنا اشتريته ومبسوط فيه. الله يهديك يا أمي، ضروري تشتري موبايل أي كلام. ليش ما أخذت أبوك معك؟ كان عرفك الصحة من الغلط. اللي له هالحكي، بس جيل هالأيام بيساوي يلي براسه، ما بيسمع كلمة يلي أكبر منه. خصوصا يعني هلأ اشترى موبايل العوض بسلامتك. ليش؟ لأنه ما بده يسمع كلمة يلي أكبر منه. طيب بيع الموبايل واشتري غيره، شو الحل؟ قديش بدك حق الموبايل يلي انضحك عليك فيه؟ ما بدي مصاري، بدي اهديك اياه هدية. والله ما في داعي. لشو هالاحراج؟ هات لشوف موبايلي الجديد. هات. ايه يا سلام يا سلام. ايه هاي الموبايلات؟ شو هالتحفة هي؟ والله موبايل. على اساس انضحك علي. بلا حكي فاضي. شوف موبايلي الجديد بيلمع لمع، موبايل تازة وكالة.